السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكل اللي بيتابعونا على قناة تاكسي، كل اللي بيشوفونا لأول مرة. خليني اقول لكم بس في البداية معلش بعتذر لكم لو في صوت ازعاج شوية، لان ده صوت المروحة. بصراحة الجو حر جدا جدا الايام دي في مصر، وانا عشان كده مش هقدر اطفي المروحة، يعني معلش لو في شويه هتلاقوا في ازعاج في الصوت. بصوا النهارده بصراحه الفيديو لذيذ قوي وانا متحمسه له. هتاخدي ايه في شنطه البحر؟ ومش مقصود بيها الشنطه اللي انت هتقعدي بيها على البحر وبس، لا، الحاجه اللي تخص البحر ولما كمان ترجعي البيت. فهكلمكم النهارده في كل الحاجات اللي انتوا فعلا هتحتاجوها ومش هتستغنوا عنها، وهقول لكم كمان على حاجات ما تاخدوهاش وما تستعملوهاش خالص. ويلا بينا نشوف الشنطه دي هنحط فيها ايه. اول حاجه اكيد هتاخديها معاكي وانت رايحه البحر وهو الصن بلوك. الصن بلوك اول حاجه، ده انا كنت عملته معاكم قبل كده على القناه، هاخده معايا المره دي ان شاء الله المصيف علشان خاطر اعمل له اختبار اقوى شويه تحت موضوع البحر، لان ده اختبار قوي جدا. الصن بلوك ده بقى لسه جايباه، ده بتاع بوبانا زي ما انتم شايفين، بوبانا جل. طبعا تجربته الاولى هتكون في مصر، يعني هتكون التجربه قويه جدا، لان هيكون اختباره كبير قوي، ان هو هيكون بحر وشمس بقى وانتوا عارفين. هنا بقى لاول مره هعترف ساعتها بفايده الصن بلوك، هل هو فعلا ليه نتيجه قويه وليه لازمه حقيقي، ولا هو مجرد كريم عادي بيتحط. المره دي ان شاء الله هجربه في المصيف، فلو جاب نتيجه معايا فاكيد هنا هعترف وهسلم ان الصن بلوك مهم جدا وما ينفعش ان احنا نستغنى عنه بعد كده. طبعا بوبانا انا لسه زي ما قلت لكم اول مره اجيبه، سمعت عنه ريفيوهات كتير ان هو فعلا حلو وناس كتير بتشكر فيه، لكن عايزين رايي الكامل فيه اكيد دي بعد التجربه اللي انا هجربها له عشان اقول لكم رايي وتجربتي الكامله فيه. ولكن خليني اقول لكم كده مبدئيا، ده ب 130 وحجمه على فكره كبير جدا وحلو جدا، 150 مللي زي ما انتم شايفين حجمه قد ايه. تاني حاجة هتحتاجيها وهو اي كريم مهدئ بعد الشمس او بعد البحر، لو انت بشرتك حساسة جدا وبتتحسس جدا وانت عارفة ان انت دايما كل ما بتعرضي للشمس او للبحر او درجات الحرارة العالية بتحتاجي مهدئ بعدها. وده برضو لقيت ان هو متوفر من بوبانا، كريم عاملينه للتهدئة والحساسية بعد البحر، بس انا ما جبتوش، قلت لو حصل يعني كده في المصيف لا قدر الله هبقى اجيبه هناك بقى ان شاء الله، علشان ايه مش تكلفة على الفاضي يعني. ومن الحاجات برضو اللي هتحتاجيها وانت هناك وهي الغسول بتاع البشره او الصابونه بتاعه البشره اللي انت بتستخدميها، ولكن انا فضلت ان انا ما اخدش الغسول بتاعي واجيب حاجه طبيه تكون لطيفه وناعمه كده على البشره ويكون فيها حاجه فيها زيوت. فلقيت الصابونه دي صابونه بالجليسرين فيها زيوت طبيعيه زي جوز الهند والزيتون، لطيفه جدا على البشره. انا ما جربتهاش قبل كده، ولكن ان شاء الله هتكون اول تجربه يعني او اول مره اجربها، عشان خاطر واحد برضو بشرته بتبقى حساسه ومحمره كده من الشمس والبحر. ولكن لو انت عايزه تاخدي الصابون بتاعك او الغسول بتاعك اللي انت بتفضليه ومرتاحه عليه، طبعا تقدري ان انت تاخديه وما تشتريش اي حاجه طبيه معاكي. بصوا انا انصحكم في المصايف والبحر اعتمدوا اكتر حاجة على الترطيب والمرطبات والمهدئات للبشرة، لان دي اكتر حاجة احنا بنحتاجها اكتر من الميك اب كمان. فطبعا هناخد مرطب البشرة بتاعنا، ده مرطب بيلوستيل. قلت لكم المرطب ده تقيل وقوي جدا وهينفع اكتر لاصحاب البشره الجافه، ولكن انا حبيته في الشتاء وفي الصيف بستخدمه بس على بسيط قوي. الايام الحر دي بصراحه ما بستخدموش خالص، ولكن اكيد هاخده ان شاء الله معايا المصيف لان هحتاجه، وانا محتاجه حاجات ترطبها هيكون تقيل وعميق وما عنديش مشكله في الموضوع ده، فده هيكون حلو. فعشان كده ما حبيتش ان انا اشتري كريم ترطيب غيره لاني محتاجه حاجه تكون تقيله. وهاخد معايا كمان كريم مرطب للعين. كريم مرطب العين ده انا اللي عملته، ممكن ابقول لكم على فكرته انا عملته ازاي، هو سهل وبسيط جدا وبجد ترطيبه حول العين وبجد ترطيبه حوالين العين بجد حلو قوي وفعال قوي ونتيجته كويسه جدا. وكمان هاخد اللوشن بتاع الجسم ده. اللوشن ده انا كنت لسه جايباه وبرده تحت التجربه، ان شاء الله الحاجات اللي انا لسه جايباها تحت التجربه لما ااكد على رايي فيها ولان نتيجتها عجبتني او ما عجبتنيش ان شاء الله هبقى اكلمكم عنها، عشان لو في حاجه عجبتكم وشفتوها في الفيديو عايزين تعرفوا رايي الكامل فيها فهتستنوا شويه لحد ما اخد فيها تجربه اطول يعني. واللوشن ده اسمه بلو لاين. بلو لاين ده حاجه جديده لسه نازله تقريبا، انا اول مره اشوفها يعني على العموم، ولما شفته عجبني وحبيت ان انا اجيبه واجربه. حتى اختي لقيتها جايبه منه الشاور بتاعه. اول حاجه هكلمكم عنها وهي الريحه تحفه بامتياز، ده حقيقي الريحه فظيعه، فريش
صيفي منعشه بشكل فظيع، حاجه كده نظيفه بمعنى الكلمه، نظافه نظافه. وتجربتي المبدئيه ليه انه بيرطب حلو جدا وخفيف جدا، فدي اول حاجه هقولها لكم عنه. تمام. وسعره حوالي بيوصل من 35 ل 40 جنيه. اوكي. وبالنسبه بقى للحجم اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، هل الاحجام اللي انا وريتها لكم دي هي اللي انا هاخدها معايا في شنطه البحر؟ اكيد لا، انا هحطه في عبوات صغيره. فعلشان كده ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي على طول هيكون عن ترتيب شنطه السفر، وازاي هرتبها، وازاي هحط الحاجات اللي انا محتاجاها. احجامها كبيره ومش هتكون عمليه زي دي، وحافظ عليها وحطها في حاجات صغيره. واحنا مكملين في المرطبات، ولازم الحاجات المهمه اللي انت هتاخديها برضو هو مرطب الشفايف بتاعك. اي مرطب انت بقى بتستخدميه بتفضليه هو ده اللي هيكون معاكي ان شاء الله. وكمان هاخد معايا جل الصبار. جل الصبار ده هاخده معايا ليه؟ لان هو حلو جدا للبشره، فانا هاخد منه كميه هحطهم في التلاجة عشان تكون ساقعه، عشان الحاجات دي بتهدي البشره جدا. برضو من الحاجات اللي هاخدها معايا وهو الزيت بتاع فاتيكا. الزيت ده برضو كلمتكم عنه في منتجات تستاهل التجربه، سواء كان الزيت ده او اللي موجود عندك زيت جونسون، الاتنين حلوين وجونسون احلى من ده كمان. فبرضو من الافضل ان انت تاخدي حاجات زي دي. فده ان شاء الله عشان لما ترجعي من البحر كده لقيتي ان جسمك ما تحطوش على البحر، لانه هيغمق ويسمر. اي مرطبات على البحر بتخلي البشره تسمر، لكن الحاجات دي كلها لما تروحي البيت. اللي على البحر هو الصن بلوك. فده ان شاء الله برضو زي ما قلت لك لما ترجعي كده وتاخدي الشاور بتاعك هتبتدي ان انت تحطي على جسمك الاماكن اللي انت حاسه انها حرقاكي، محتاجه انها تهدى شويه. ده هيكون لطيف وحلو جدا. ومن الحاجات برضو اللي انا هاخدها معايا وهو الزيت بتاع الضوافر. زيت الضوافر ده انا كنت عملته معاكم قبل كده على القناه، هسيب لكم برضو الفيديو بتاعه. طب انا ليه هاخد معايا زيت الضوافر؟ لان انا في المصيف لما بنزل البحر ضوافر، عارفين كده الزرع لما بتروه ويرعرع، انا ضوافري بتبقى كده يعني بتيجي على الميه المالحه تقريبا. هنا بقى ممكن تكون ضعيفه وتتكسر، فده هيحافظ لي على الضوافر وهتكون كويس. لكن ده لو انت عايز تاخديه خديه، لو مش عايزه خلاص. لكن لو عايز تحافظي على ضوافر وفي زيت معين انت بتستخدميه انصحك ان انت تاخديه معاكي. وبرده من الحاجات اللي انا هاخدها وهو بتاع التلج، اللي هو المكعبات بتاعه التلج اللي بتتحط في الفريزر دي هاخدها معايا ليه؟ عشان لو رحنا وما لقيناش ان في حاجه زي دي موجوده اكون عملت حسابي. وزي ما انتم شايفين انا واخده منها مكعب صغير، ما خدتش اللي هو الكبير عشان المساحه برضو. زي ما قلت لكم دي موضوع احتياطي عشان لو ما فيش يعني. وتبتدي ان انت تمشي على بشرتك، على ايديكي، على الاماكن تحس انها بتكون سخنه، بتكون ملتهبه، بتكون حرقاكي شويه. التلج في الوقت ده هيكون ممتاز جدا. اكلمكم برضو شويه عن العنايه بالشعر في المصيف. اول حاجه هاخدها معايا بشكل عملي شويه وهي ايه؟ شامبو بتاع الشعر. ولكن انا مش هاخد الشامبو اللي انا بستخدمه معايا المره دي، فانا لقيت حل اسهل واوفر في المساحه، وهي اكياس الشامبو اللي زي دي. ده شامبو بانتين من بانتين ودوف، اللي هي الشامبوهات اللي كيس الصغيره. فدي حل عملي وحلو جدا، موفر في المساحه، هتحافظي كمان عليها وانت بتحطي الشنطه بتاعتك. فانا قلت اجيب شامبو انا جربته قبل كده وكان كويس الكام يوم دول، وهاخده معايا ان شاء الله. وبرده نفس الفكره في الزيت بتاع الشعر او الكريم بتاع الشعر، برده مش هاخد الكريم بتاعي، جبت نفس الموضوع اكياس الزيت بتاعه فاتيكا. ومفيش مشكله خالص ان احنا نغير شويه عن الحاجه اللي احنا بنستخدمها، على الاقل عشان ايه؟ لو شعرنا متعود او بشرتنا على حاجه معينه نبتدي ان احنا نصدمها كده بحاجه جديده مختلفه ونرجع للحاجه اللي احنا كنا بنستخدمها تاني. ومن الفكره بقى اللي انا سمعت عنها من بعض الناس قالوا عليها، ودي هجربها لاول مره في المصيف هشوف هتجيب معايا نتيجه ولا لا، وهو حمام الكريم. حمام الكريم ده في ناس قالت انت عشان تحافظي على شعرك اكتر وعشان احنا محجبات فهنحط حمام الكريم ده قبل ما ننزل، وهنحط عليه اي كيس بلاستيك، اي شرب، اي حاجه غير الحجاب اللي انت هتلبسيه وانت نازله البحر. انت كده بتحافظي على شعرك بشكل افضل من ميه البحر، فده هيكون ايه؟ زي تغليف ليه. ولما ترجعي البيت هتغسليه وهتلاقي ان انت شعرك افضل في موضوع حمام الكريم ده. فانا ان شاء الله هجربه، يعني هجربه كده اول يوم وانا نازله، لقيت الموضوع ده نفع وكانت كويسه، فانا اكيد هكمل عليه. لقيتها اي كلام وما جابتش نتيجه وعادي، فانا هوقفها. وهتاخدي معاكي وهو المشط الخشب. ده مشط خشب صغير زي ما انتم شايفين، ومهم جدا ان انت تاخدي معاكي مشط خشب. احنا يا جماعه شعرنا بيتبهدل، احنا بنحافظ على شعرنا هنا لان نغسله مرتين في الاسبوع، بنستخدم له حاجات كتير. لكن هنا ميه مالحه، ميه البحر، وكمان دش كل شويه، دش على البحر ودش في البيت، وممكن كل شويه تغسليه بشامبو وصابون والحاجات دي كلها، علشان خاطر ممكن يجي عليه رمله وتبقي الاحساس انت مش حباه. فاحنا فعلا بنهلك بشرتنا، بنهلك شعرنا كتير، فمحتاجين نحافظ عليه بقدر الامكان لحد ما نرجع ونظبط. كمان هتاخدي معاكي
بادي ميست او سبلاش او اي ريحه فريش منعشه، سبريهات خفيفه كده ويكون حجمها صغير عشان تفضل معاكي على طول في الشنطه. انا دي ما كنتش جايباها اساسي للمصيف، ولكن ان شاء الله هاخدها معايا. حجمها صغير، ريحتها وهميه، ريحتها مش قادره اقول لكم على الريحه. بلاش عشان المايك ما يبص. الريحه بتاعتها جميله جدا. بصوا الريحه دي واللوشن اللي انا وريته لكم يعني مجموعه مكمله لبعضها، قريبين من بعض جدا في الريحه. الريحه نظيفه قوي قوي، ريحه حلوه قوي قوي بجد. لما تلاقوني بشكر في ريحه كتير اعرفوا وتاكدوا ان الريحه دي فعلا تستاهل انها تتشم. واخر حاجه انصحك بيها، ودي اكيد انا عارفه ان الكل هياخدها، مهمه جدا يا جماعه، وهي النضاره الشمس. النضاره الشمس مهمه جدا على البحر حضراتكم، ويفضل لو تكون كبيره تكون نص وشكوا كده علشان تحميكم من الشمس اكتر. ودي مهمه جدا في الشمس، اكتر من هي شيك وحلوه في الصور، لكنها مهمه جدا في الشمس. هتحمي عينيكي من درجات الحراره العاليه والسخونه، وانزلي كمان بيها البحر، يعني عيشي بيها حياتك كلها على البحر وانتي في الشمس. وبس كده. بصوا اول حاجه السكراب. في ناس بتقولك خدي معاكي وانتي رايحه البحر او انتي في المصيف عموما سكراب، سواء كان للجسم او للبشره. خلينا نتكلم بالعقل شويه. احنا دلوقتي في المصايف ايه اللي بيحصل لنا؟ بنتعرض لميه مالحه وبنتعرض لشمس قويه جدا، جسمنا بيبقى ملتهب جدا. كل اللي احنا محتاجينه كريمات ومهدئات وحاجات زي دي. فلما انا اقول اعمل سكراب لبشرتي او لجسمي، انا كده ببوظ الدنيا، انا كده بدمر الدنيا. عارفين يعني ايه جلد ملتهب وحساس او بشره وابتدي ان انا افرج بيه بحبيبات؟ منبقاش مستحملين حد يحط ايده علينا كده فعلا. فازاي هنحط سكراب او هنبتدي ان احنا نفرك في جلدنا؟ تاني حاجه من الحاجات اللي انا سمعتها، والله بصراحه دي هترجع لكم انتوا وترجع لفكرتكم ورايكم في الموضوع ده. في ناس بتقول احنا على البحر وريحه العرق. بص هو بالنسبه لموضوع العرق احنا اصلا على البحر، يعني اول وسيله هتتخلصي بيها من ريحه العرق وهي الدش او الشاور. فاحنا اصلا على البحر، يعني مكان للاستحمام. ولو فرضا حصل، ابسط حاجه هنعملها ان احنا ننزل الميه ناخد غطس ونطلع، الدنيا بقت تمام. او هنروح لاقرب مكان فيه دش وهناخد دش وهنرجع، فخلصت الموضوع. لان في ناس تقولك لازم تاخدوا على البحر الديودرنت او اي سبراي او الحاجات دي كلها. فمنطقيا كده واحنا قاعدين على البحر مثلا، وانا بقول لكم ساعات الشابه وانا قاعده قدام الناس في وسط الناس كلها، هحط سبراي، هحط داخل ايدي كده احط سبراي ولا احط اي حاجه وانا قاعده اقول عشان الريحه؟ لا، ابسط حاجه ان انا هنزل انزل الميه شويه او اروح الدش. ده لو في حاجه زي اللي انتوا بتقولوا عليه. وانا كده قلت لكم هنحط ايه في شنطه البحر. الشنطه دي هنحط فيها حاجات كتير ان شاء الله. استنوا الفيديو اللي جاي عشان نرتب معاكم شنطه السفر. وسلام.